السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض شوية السردين الحلوين دول الصغيرين البلدي جمال دول. صينية سردين بسيطة كده. رحت السوق لقيته، انا كنت عايزة اجيب يعني كمية، ما لقيتش عند الراجل غير دولت حوالي كيلو الا ربع كده. بس هو على فكرة يعني لذيذ وخفيف وبيتعمل بسرعة، وانا بحبه جدا. ممكن كده مثلا لو الواحد مش عارف يعمل اكل ايه اهي فكرة قدامه، ممكن يعملها. جميلة قوي وسهلة ووجبة كويسة، وما اعتقد كل الناس يعني بيحبوا السردين، او اغلب الناس بيحبوا السردين. بسرعة كده يا جماعة، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. جبت السردين زي ما انتوا شايفين كده. القشر بتاعه بيطلع بالايد، بيطلع بالسكينة، هو سهل يعني، سهل وبسيط. زي ما انتوا شايفين كده، ما بياخدش وقت يعني. بتشدي بقى الراس بتاعته، بتطلع معاها اللي هي المصارين دي بصباعك كده، مش يعني مش بيحتاج وقت. انضفه بقى كله زي ما انتوا شايفين كده، سهل بسيط. كل ما بتشدي الراس بتطلع معاها المصارين بتاعتها. واحدة تانية بنعملها مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده. نضيف وصابح، طبعا بتعرفي السمك صابح اما تلاقي الدم بتاعه احمر كده وريحته كويسة. هنضف بقى السمك كله بالطريقة اللي انتوا شفتوها ديت. وبعدين غسلته كويس قوي بقى، نضفته غسلته كويس قوي 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 زي ما انتوا شايفين. قلبه محمر كده وجميل. اللهم صل على سيدنا محمد. حطيته بقى في شوية مية، وبعدين اعصر عليه ليمونتين وشوية خل. الليمون والخل ده بقى ما بيخلولوش اي ولا حد بيحس انك اساسا بتعملي سمك. يعني ايا كان نوع يعني هتقلي، هتعملي صينيه، تعملي اي حاجه. النقع دوت بشويه الخل اللي حطيناهم قد ربع كوبايه خل وليمونتين. تحطي القشر فيه كده، تسيبيهم يعني، برضو القشر بيعمل ريحه حلوه. بتسيبيهم قد نص ساعه، يبقى زي الفل زي الفل، وتبقى ريحته زي القشطه. بس قد نص ساعه كده ولا حاجه. شطفته بقى، شطفته وصفيته من الميه خالص. وهنا بقى هنعمل التتبيله بتاعتنا. معلقه كبيره كده من التوم، ونص معلقه من الصلصه. واذا يعني ما حبيتيهاش بالصلصه مش مشكله، ممكن يعني تستغني عنها. هنا ملح وكمون، شويه شطه وشويه بابريكا وبس. الطبق دوت فيه عصرة ليمونتين كبار، ونص كوباية زيت، وديت نص كوباية مية، وربع كوباية خل. ده كل اللي احنا عايزينه. التوم والصلصة دولت على الطبق، قلنا فيه عصر ليمونتين وربع كوباية خل، واكتر من ربع كوباية زيت كده شوية. ونزلنا عليه بالبهارات بتاعتنا، وندوب الخليط ده بقى كله في بعضه كويس قوي قوي، لحد ما نتأكد ان الملح فيه داب فعلا يعني. ده الخليط بتاعنا بقى، ريحته حلوة قوي قوي على فكرة، وبسيط وسهل زي ما انتوا شايفين كده. مش مهم خالص تحشي السمك. يعني هتشوفوا احنا الخليط ده هندلقه كده على السمك. السمك هيتملح كله يعني. طبعا التوم ناعم. زي ما انتوا شايفين كده، كل حاجة امتزجت مع التانية. بس ممكن تسيبيه في التتبيلة دي شوية يشرب منها. لو مستعجلة عادي تحطيه على طول. هو كده يا جماعة، من غير ما امسك واحدة واحدة بقى واحشيها ومش عارفة ايه.
هو كده بيشرب كله من بعضه. قلبه كده كام تقليبة في بعضه، ونسيبه شوية صغيرين، أو تعمليها على طول انت حرة. بقلبها كده عشان بس التتبيلة تخش في كل السمك. بس حطيتها في صينية صغيرة، والتتبيلة اللي كان فيها حطها على الوش كده، ريحتها حلوة قوي على فكرة. بس وهسويه على عين البوتاجاز من فوق. عايز تحطيه في الفرن تحطيه في الفرن، بس انا سويته على عين البوتاجاز. سهل وسريع زي ما انتم شايفين كده، ما بياخدش اي حاجة. اهو يا جماعة شايفين اتشرب التتبيلة وبرده السوائل اللي نزلت منه شربها وبقى تمام. حسيتي وانتي بتسويه انه محتاج كمان شوية مثلا معلقتين مية ولا حاجة، ماشي. بس كده حبايبي، رصيته بقى في قلب طبق التقديم بتاعه ده زي ما انتوا شايفين كده. تحفة ما شاء الله، وريحته بقى مالية البيت وحاجة جميلة. جربوها يعجبكم بإذن الله. شايفين حاجة تفتح النفس. وممكن كمان تخليه من السمك وتضغطيه كده بالشوكة، يبقى عامل زي التونة. رب يعجبكم وتصبحوا على خير.